بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض شرح يونت 2 للصف الاول الاعدادي. اليونت دي بعنوان انرجي، يعني الطاقه، وفيها 3 lessons. هنتكلم في اليونت دي على 3 مواضيع مختلفه. اول lesson عندنا اسمه energy resources and forms، يعني مصادر الطاقه وانواعها. وتاني ليسون عندنا اسمه energy transformation، يعني تحولات الطاقة. واخر ليسون عندنا اسمه heat energy، هنتكلم عن الطاقة الحرارية. طيب تعالوا مع بعض كده نبدأ بأول ليسون عندنا، وهو اسمه energy resources. طيب تعالوا في البداية كده نعرف يعني ايه energy. طاقة، يقولك النهاردة انا ما عنديش طاقة اعمل اي حاجة، النهاردة انا عملت طاقة كتير جدا، او النهاردة بذلت مجهود كبير، او مثلا انا طاقتي النهارده ما تسمحش ان انا اقدر اروح المشوار الفلاني، او ان انا اعمل الموضوع الفلاني. وبالتالي لما نيجي نقول الديفينيشن بتاع الانرجي، معنى كلمة انرجي اصلا it is the ability to do work، هي قابلية عمل مجهود، او قابلية عمل شغل معين، او قابلية عمل او بذل مجهود. يعني الصورة العامة كده لازم تكون ان انت هتعمل حاجة، فلما هتعمل حاجة دي هي دي اسمها القدرة على ان انت تعمل حاجة، دي اسمها الانرجي. يبقى energy it is the ability to do work. زي ايه؟ the foil inside the engine، الفويل اللي هو الوقود اللي جوه المحرك burns، يعني يحترق، and gives the energy to move the car. لما انا بحط جوه العربية فويل ده اللي هو البنزين، كده انا بديها ability، يعني بديها حاجه، الحاجه دي هتسمح لها ان هي تعمل work، تعمل مجهود، تتحرك. ما هو الحركه دي هي الورك. طيب الفود برضو inside our cells، ال الاكل اللي احنا بناكله جوه اجسامنا produce the energy، بيدينا الطاقه needed to do the activities، يدينا الطاقه اللازمه عشان نعمل activities. يبقى كده فهمت المعنى العام لكلمه energy. طيب لو جه سألك في الامتحان قال لك give reason، وأسئلة الجيف ريزون مش حفظ، يعني ما تجيش تقول لي انا بحفظ الجيف ريزون، بحفظ ال الأسئلة اللي عندي وإجاباتها. لا، افهم السؤال وهتلاقي نفسك بتجاوب بمنتهى البساطة. واللي يقف قدامك احفظه، يعني اللي يقف قدامك ماشي احفظه. بيقول لي the foil in the car is similar to the food in the body. يعني هو بيقول لك ايه؟ اقرا السؤال وافهمه. بيقول لي الفويل اللي في العربية زي الأكل اللي احنا بناكله في أجسامنا. لان هو بقى الاتنين جنريت الانرجي، الاتنين بيدونا او بيدوا الحاجه اللي جواهم الانرجي. because both burn، يعني الاتنين بيتحرقوا and produce energy needed for work، الاتنين بيتحرقوا وبيدوا الطاقه اللازمه عشان اعمل الورك. ايه هو الورك؟ يعني انت بتقول لي to do work، هي بتقول لي في الانرجي هي the ability to do work. طب ايه هو الورك؟ قصدك ايه بكلمة work؟ انا قصدي بالورك، انا قصدي بالشغل. لما اجي اقول لك the ability to do work، انا قصدي بالورك هي الفورس اللي انت هتعملها، القوة اللي هتعملها في الازاحة، هي القوة اللي انت هتعملها في الازاحة. يعني ايه؟ the force acts on body، القوة اللي واقعة على الجسم، and moves it، يعني وتحركه for a distance، لمسافة in certain direction، في اتجاهات مختلفة. يعني لو انا جيت قمت شايل كوباية المية واتحركت بيها حطيتها على الترابيزة التانية، معنى كده ان انا عملت وورك. الورك هو ان انا شلت الكوباية ورحت قمت متحرك، واتحركت مسافة معينة وقمت حاططها في الكوباية التانية. او يجي يقول لك مثلا تعالى والنبي شيل معايا مثلا الصندوق ده تقيل قوي عليا، فبتقوم انت شايل الصندوق وتحركه مسافة وتقوم حاطه في مكان تاني، وبالتالي هو ده الورك اللي انت عملته. طب عملت الورك ده ازاي؟ عملته باي انرجي. يبقى الورك هو ان انا ببذل قوة، فورس، في تحريك حاجة وحركها من مكان لمكان.
دايما القوانين بتاعه الفيزيكس، احنا هنا بنتكلم في حاجات شبه الفيزيكس شويه، شبه الفيزياء شويه. فلما دايما الفيزياء او الماثماتكس عموما الرياضه هي تفسير للحاجات بشكل معادلات رياضيه، بشكل معادلات رياضيه. فهو اي كلام بيقوله بيقوم مترجمه لمعادلات. فبقول لك تعريف الورك هو ايه؟ هو the force acts on body and moves it for a distance in certain direction. يعني هو حركة جسم بقوة معينة في اتجاه مختلف، او هو الفورس اللي انا عملتها عشان احرك جسم من نقطة لنقطة. وبالتالي قام هو عامل لي قانون اسمه الورك. لو انت بقى عاوز تكتب قانون للورك، والدبليو دي دبليو كابيتال معناها ورك، بيقول لي equal to الفورس اللي هي القوة باي displacement مضروبة في الديسبيسمنت. الديسبيسمنت اللي هي الديستنس. احنا بقى ما بنقولش ديستنس في الشغل بتاعنا في الرياضة، يعني في الرياضة او في الفيزيكس عموما ما بقولش ديستنس. في الاغلب بقول ديسبيسمنت مفهوم اشمل شوية من الديستنس. يعني الديستنس يعني مش ملهاش معنى قوي يوضحها، لكن الديسبيسمنت هي عمليه الازاحه. يعني انا لما بقول لك الديسبيسمنت دي 3 مثلا، معنى كده ان هي كانت في النقطه A وقمت انا شايلها وحطيتها في النقطه B، عملت ديسبيسمنت ال3. يبقى قانون الورك هو الفورس مالتبلاي الديسبيسمنت، ورمز للورك بالدبليو، ورمز للفورس بالاف، ورمز بالديسبيسمنت بالدي. طيب رمز الورك ايه، او سوري اليونت بتاعه الورك ايه؟ الورك دايما احنا عارفين ان ال الحاجات الاساسيه عندنا في الساينس، زي مثلا الماس، زي الويت، زي الكلام ده، الحاجات دي بيبقى ليها يونت تعرفها. يعني انت لما بتشتري مثلا حاجه من فاكهه مثلا، فبتقول له اديني مثلا 4 كيلو، او اديني 3 كيلو ونص، او اديني، ففي يونت، في وحده بتقول له اديني بيها، واليونت دي بتبقى خاصه للحاجه اللي انت شغال عليها. يعني مش هتروح تقول له مثلا والنبي اديني بطاطس مثلا 3 متر بطاطس، او 4 مثلا جول بطاطس، لا، بتقول له الوحده دي ماس، هتقول له دي وحده الماس ايه، وحده الماس كيلو، فاديني 3 كيلو. الورك ليه يونت اسمها جول، اللي هو دي. والفورس ليها وحده اسمها نيوتن، وبنرمز لها بالرمز ان مش ام، ان. والجول بنرمز له بالحرف جي. والديسبيسمنت عادي هي مسافه بنرمز لها او بنديها اليونت بتاعتها متر، وبنرمز لها بالام. يبقى انا عندي اليونت دي على فكره مهمه جدا. يعني انت ما ينفعش تكون في امتحان وما تحطليش اليونت، اجابتك هتبقى غلط. فلازم تحط اليونت، واليونت تحط لي مثلا الورك يبقى جول، فورس يبقى نيوتن، ديسبيسمنت يبقى متر. طيب نكمل. يبقى احنا عرفنا القانون ده. يبقى لو جه قال لي احسب الورك بتاع مثلا حاجه معينه، هقول له الفورس كام والديسبيسمنت كام واضربهم في بعض. طيب تعالوا ناخد الاكزامبل ده. بيقول لي a car moved for a distance 20 متر. يبقى هو ده الديسبيسمنت. pulling a piece of wood by force 75 نيوتن. نقل الجسم ده ال 20 متر دول بقوة 57 نيوتن، 75 نيوتن. بيقول لي calculate، يعني احسب the work done، الورك اللي اتعمل by this car. هو ما انا قايل له طيب هو انا عندي قانون بيقول ايه؟ قانون بيقول work اوكي بيساوي الفورس باي الديسبيسمنت، او ما له اف اوف دي. work equal to f of d
هقول له او ما انا حاطط مكان الاف اللي هو الفورس، احط مكان الوحده الرقم بتاعه، وبعدين احط مكان الدي الرقم بتاعه اللي هو التوانج، وبعدين هيطلع لي النتيجه بتاعتي في بعض. بس لازم احط اليونت بتاعت الورك اللي انا بحسبه، لازم احط الجول، لازم احط الجول. حلو قوي. تعالوا نكمل مع بعض. هسيب لكم السؤال ده توقف الفيديو وتتفرج عليه. بيقول لي كار موف فور ا ديستانس 30 متر 30 pulling a piece of wood by force 20 نيوتن calculate the work done by this car. هقوم انا قايل له الورك بيساوي القانون نفسه. على فكره لازم تكتب لي في اول الحل بتاعك تكتب لي القانون، يعني اول ما تيجي تحل تقوم كاتب لي القانون. ايه القانون؟ كذا، او ما انا كاتب لك او الايكويشن الريليشن بتوين ال الورك بين الفورس بين الورك equal to force by displacement. لازم تكتبها لي لو انت بتحل اي مساله ليها علاقه بالورك، وبعدين تبتدي تعوض في الريليشن اللي عندك وتكتب لي النتيجه، وتقوم كاتب لي الجول لو انت بتحسب الورك. طب افرض هو قال لك، يعني هو اداك الفورس واداك الورك وعاوز يحسب الدي، او ما انا قايل له الدي ايكوال تو، يعني هو انا عندي قانون اهو W equal to F by ال D. لو هو عاوز الاف، او ما انا قايل له ماشي الاف equal to الورك على الدي اهو عادي، يعني باي دي عادي. قانون بقى بيتطبق زي اي قانون تاني. طب لو حسبت لازم اليونت اللي انا بعد ما احسب احط له اليونت ايه؟ هو ما انا حطيت له اليونت بالنيوتن، لان وحده الفورس نيوتن. مفهوم؟ طيب نكمل. بيقول لي energy forms of energy، انواع الطاقه. عندي حاجه اسمها ميكانيكال، دي حاجه مهمه جدا ركز فيها. الميكانيكال انرجي وهي البوتنشال انرجي بلس الكاينيتيك انرجي. هنعرف ايه البوتنشال وهنعرف ايه الكاينيتيك. بس هي the energy stored in stretchy spring. عارفين السوسته؟ لو انا جبت سوسته وشدتها، يعني شديت السوسته كده وسبتها، هتلاقيها ايه؟ رجعت مكانها بسرعه تاني، او رجعت لحالتها الطبيعيه بسرعه تاني. انا لما عملت كده انا خزنت بوتنشال انرجي وسبتها، فقامت راجعه في صوره ايه؟ كاينيتيك انرجي. هنعرف الكلام ده كمان شويه. وعندي حاجه اسمها الكتريك انرجي، ده از انرجي بروديوسد فروم ان الكتريك جنريتور. وعندي الساوند انرجي البروديوسد باي ميوزك بلاير. وعندي اللايت اللي موجوده بالكاندل او باي شكل. وعندي الكيميكال انرجي، وعندي الهيت انرجي. الكيميكال انرجي ذا انرجي ستورد ان كار باتري اور ذا فود. يعني عارفين البطاريه اللي هي اللي بنحطها مثلا في الريموت عشان يشتغل، هي دي الباتري دي فيها كيميكال انرجي. والفود اللي احنا بناكله برضو بيحصل بعض التفاعلات الكيميائيه جوه جسمنا وبتدينا باور، بيدينا انرجي. والهيت انرجي اللي بيكون باي الهيتين اور الستوف. وعندي النيوكلير انرجي دي انرجي مهمه جدا. the energy produced from the nucleus of atom. النيوكلير انرجي دي في حاجه اسمها النيوكلير رياكتور، المفاعلات النوويه. بيجيبوا الاتومز بتاعت او بيجيبوا النيوكليس بتاعت الاتوم ويعملوا عليها تفاعلات كيميائيه بتبقى بتطلع طاقه رهيبه، وهي محرمه دوليا الشغل عليها الا في الاستخدامات السلميه. يعني الطاقه اللي بتطلع طاقه ضخمه جدا ممكن تدمر بلاد. يبقى انواع الطاقه انواع كتير، عاوزك تحفظهم، تبتدي تاخدهم كده بالترتيب وتحفظهم، وتحفظ كل نوع فيهم عباره عن ايه. طب الريسورسز بقى اوف انرجي، ايه مصادر الطاقه؟ عندي بيرمننت ريسورسز، المصادر الاساسيه زي السان اونلي، الحاجات اللي هي الدايمه اللي ما عمرها ما هتنفذ. وعندي بعد كده رينيوبل سورسز اللي هي المصادر المتجدده اوف انرجي زي الويند، زي الووتر فول، زي التايد اللي هو التايد اند اب، ده المد والجزر. دي مصادر متجدده دايما على طول، ايه ممكن تقف شويه وتتجدد تاني، وتقف شويه وترجع تاني وهكذا. والووتر فول مستمر على طول. طب النون رينيوبل اللي هو لو اتحرق مره او استخدمته مره ما اقدرش ان انا احصل عليه تاني. الفويل بتاع العربيه، التانك لما بيفضى خلاص هو فضي، لازم اروح احط حبه جداد ويخلصوا، واروح احط حبه جداد ويخلصوا، واروح. اما الويند هيخلص؟ الويند مش هيخلص، هيفضل طول العمر فيه ويند.
وطول العمر فيه ووتر فول. اما الفويل ممكن في يوم من الايام نصحى الصبح ما نلاقيش بنزين، لان البنزين اللي جوه بطن الارض خلص، احنا خلصنا. وفي دراسات كتير بتقول ان البترول ده هيخلص، ولو تشوف في افلام كتير، في موفيز كتير بتتكلم على ان الاويل خلص، او في حروب كتير على البترول وهكذا. والكول برضو، الفحم والناتشرال جاز، كل دي حاجات من النون رينيوبل سورسز. الفود برضو من النون رينيوبل سورسز، ان هو حاجه بتستهلك مستهلكه. نيوكلير رياكشن، the reaction in the nucleus of atom، ده التفاعلات دي ممكن تقف، يعني انت لو انت عاوز توقفها توقفها. some countries try to use wind، بعض الدول بتستخدم الرياح energy to generate electricity. give reason، ازاي بيستخدم بعض الدول الويند as energy because they، او ليه بعض الدول بتستخدم الويند عشان كنوع من انواع الطاقه، لان they are cheap and clean، لان دي طاقه رخيصه ببلاش وشيب سوري وكلين، يعني نظيفه ما بتطلعش ويستس كتير. تعالوا بقى ايه ناخد الميكانيكال انرجي كده بالتفصيل شويه، كل نوع من انواع الطاقه دول كده نتكلم عنه شويه. الميكانيكال انرجي هي السميشن اوف بوتنشال اند كاينيتيك انرجي. انا عندي نوعين من الطاقه مستخبيين جوه الميكانيكال انرجي، يعني لما اجي اقول لك ميكانيكال انرجي تعرف ان في نوعين من الطاقه مستخبيين جوه الميكانيكال انرجي، نوع اسمه بوتنشال ونوع اسمه كاينيتيك. بمعنى ايه؟ انا عندي كوره، الكوره دي قاعده في امان الله كده محدش جاي جنبيها، او ما انا لا، اول ما امسك الكوره واقوم رافعها فوق كده انا عملت حاجه اسمها البوتنشال انرجي، طاقه اسمها طاقه الوضع. خلاص انا ايه مش عاوز الكوره دي، قمت سايبها، لما سبتها هي بشكل طبيعي قامت مشدوده للارض ووقع، قامت مشدوده للارض ووقع. لما اجي مثلا اشيل بيبي صغير واقوم رافع البيبي ده لفوق واسيبه ينزل، انا لما رفعته لفوق كده انا اديته بوتنشال انرجي، اديته طاقه وضع، وقمت سايبه، قام جاي لي تاني بايه؟ جاي لي بطاقه الكاينيتيك انرجي، لما رجع تاني دي بالكاينيتيك انرجي. فانا عندي نوعين مستخبيين جوه الميكانيكال انرجي، البوتنشال والكاينيتيك. the work done، الشغل اللي اتعمل equal to the mechanical energy، الشغل اللي انا عملته في الحاله دي بيساوي الميكانيكال انرجي، والميكانيكال انرجي بتساوي ايه؟ بتساوي البوتنشال انرجي بلس الكاينيتيك انرجي. طب ايه تعريف البوتنشال، او ايه المعنى بتاع البوتنشال انرجي؟ when you raise a ball، يعني ما ترفع كوره from the ground دي البوتنشال، ولما تسيبها دي الكاينيتيك. طب ايه تعريف بقى البوتنشال بشكل مظبوط؟ هي البوتنشال انرجي it is the stored energy، الطاقه المتخزنه in the object due its position. لما جيت انا اديت للجسم طاقه وخزنها جواه، انا لما رفعت الكوره كده، لما رفعت الكوره انا خزنت جوه الكوره دي طاقه اسمها البوتنشال انرجي. طب البوتنشال انرجي بتتحسب ازاي؟ بيقول لي the factor affecting the potential energy، الفاكتور اللي بتأثر على الكاينيتيك انرجي حاجتين، اول حاجه الويت اوف اوبجكت، الوزن بتاع الاوبجكت، and the height of the object، والهايت اللي هو الارتفاع بتاع الاوبجكت. الويت بيبقى العلاقه مع البوتنشال انرجي دايركتلي بروبورشنال، يعني كل ما الويت يزيد البوتنشال انرجي تزيد. نفس الكلام على الهايت، هو برضو دايركتلي بروبورشنال، يعني بيزيد، كل ما ده يزيد ده يزيد. والريليشن لو جه قال لي في مساله احسب لي البوتنشال انرجي، البوتنشال انرجي بتتحسب بالجول، والهايت بيتحسب بالمتر، والويت بيتحسب بالنيوتن، والبوتنشال انرجي ايكوال تو الهايت باي الويت، وبنرمز للبوتنشال انرجي بي اي، والهايت اتش، والويت دبليو سمول. خليكم دايما فاكرين ان في دبليو سمول ودبليو كابيتال، الدبليو كابيتال كانت للورك، اما الدبليو سمول دي للويت. طب ايه الكاينيتيك انرجي لما اسيب بقى الجسم ويرجع تاني؟ it is the energy of the object due to its motion، الانرجي بتاعت الجسم بسبب حركته، بسبب ان هو رجع تاني للوضع الطبيعي بتاعه. فتو فاكتور بيأثروا عليه، its mass و its velocity. velocity يعني السرعه.
الكاينيتيك انرجي دايركتلي بروبورشنال مع الماس، كل ما الماس تزيد الكاينيتيك انرجي تزيد، ونفس الكلام على الفيلوسيتي، كل ما يتحرك بسرعه بيبقى دايركتلي بروبورشنال معاها. طب الكاينيتيك انرجي كي اي برضه بتتحسب بالجول، بس القانون هنا متغير شويه، هاف ماس باي فيلوسيتي سكوير. القانون او الريليشن بتاعت الكاينيتيك انرجي غريبه شويه ومهمه، هي نص الماس باي الفيلوسيتي سكوير. خليك مركز قوي ان هي سكوير، هي فوقيها 2 سكوير، يعني مش في 2، لا هي سكوير. والماس دايما بالكيلو جرام، لو هو مديك في المساله الماس بالجرام روح حولها كيلو جرام الاول، والفيلوسيتي اللي هي السرعه بالمتر باي سكند بير سكند. لو هو مديها لي بالكيلومتر بحولها المتر بير سكند، وهكذا. فالكاينيتيك انرجي هاف ماس باي فيلوسيتي سكوير، ده قانون مهم جدا ويتكتب ويتحفظ، واحفظ لي اليونتس بتاعت الكاينيتيك والبوتنشال. يبقى احنا كده قلنا البوتنشال هي الطاقه الستورد اللي هي متخزنه، اما الكاينيتيك هي الطاقه اللي بيتحرك بيها. تعالوا نشوف الامبورتنت نوتس دي. بيقول لي each body has a constant value of mechanical energy، يعني هو في كميه ثابته من البوتنشال من الميكانيكال انرجي، لان انا عندي الميكانيكال انرجي بتساوي ايه؟ بتساوي البوتنشال زائد الكاينيتيك. فلو الكاينيتيك زادت البوتنشال تقل، لو البوتنشال قلت الكاينيتيك تزيد، وهكذا. mechanical energy is directly proportional to potential and kinetic energy. potential energy is inversely proportional to kinetic energy. دي بقى العلاقة المهمة جدا، ان البوتنشال انرجي is inversely proportional to kinetic، يعني لو دي الكاينيتيك زادت هلاقي البوتنشال قلت، طب لو البوتنشال زادت هلاقي الكاينيتيك قلت، وهكذا. وبالتالي انا عندي constant value of mechanical energy، يعني لو جه قال لي give reason each body has a constant value of mechanical energy، هقول له because the potential energy inversely proportional to the kinetic energy. بيقول لي الشكل اللي انت شايفه ده at height at highest point، في النقطة العالية جدا دي البوتنشال انرجي is very maximum، هي في الماكسيمم بتاعتها، اما الكاينيتيك انرجي صفر. هنا اهو لما نزل تحت في الميدل ذا اوبجكت بوتنشال زي الكاينيتيك، الاثنين زي بعض، لان هنا طاقه الوضع متوسطه وطاقه الكاينيتيك قليله برضه. اما تحت خالص ات جراوند، في تحت خالص في النقطه اللي تحت دي خالص، انا ما عنديش بوتنشال انرجي. ما هو الراجل متحرك، هو في الجراوند، ما فيش ارتفاع ولا في ويت، وبالتالي هو الكاينيتيك انرجي في اعلى حاجه وما فيش بوتنشال انرجي. it has kinetic energy only في الاريا دي، اما هنا هو has potential energy only. give reason an object moves horizontally has a constant potential energy. هو علشان اقول في potential energy لازم يكون في height. ما هو انت فاكر القانون بتاع البوتنشال انرجي كان بيساوي الهايت في الويت. فلو انا ما عنديش هايت، لو الجسم ده في الجراوند، فالهايت ده هقوم حاطه بواحد، يعني مفيش قيمه. الحاجه لما يكون ما لهاش قيمه بحطها بواحد، وبالتالي هو ملوش بوتنشال انرجي، او سوري مش هحطها بواحد، هحطها بزيرو، فملوش بوتنشال انرجي. البوتنشال انرجي اوف ان اوبجكت increases when the height increases، لان احنا قلنا الريليشن شيب because potential energy is directly proportional to the height، لان احنا قلنا الريليشن شيب height في الويت، وقلنا ان في direct proportional relationship between الهايت and the potential energy، وفي direct proportional relationship between ال potential energy and ال weight. نفس الكلام على give reason number 3. تعالوا نشوف المسألة دي، مسألة مهمة وهسيب لكم بعدها البراكتس. A stone has mass، الستون ده ليه mass 0.4 was thrown up، رفع and reached height 5 meter when its velocity السرعة بتاعته 4 meter per second. calculate the following potential energy. potential energy بتساوي الهايت في الويت
والكاينيتيك انرجي والميكانيكال انرجي. ام دي معناها ميكانيكال انرجي. طب قبل ما نحل كده تعالوا نفتكر حاجه مهمه جدا جدا خدناها في جريد 6، ان الويت equal to mass per 10 او mass by 10. ان انا بضرب الماس في 10 اجيب الويت. فانت ما تجيش تقول لي انا ما خدتش القانون ده، لا انت خدته قبل كده. وانا لما بشتغل على البوتنشال انرجي عشان اجيبها بشتغل على الويت، فلازم احسب الويت من الماس. فوما انا قايل له الماس دي في 10 تديني الويت. فهو هنا ضرب البوينت 4 في باي 10 اداله ال 4، وقام قايل له I'll buy ال فوق ال 5 اللي هو الهايت متر، اداني 20 جول. حط الوحده بتاعت البوتنشال انرجي بالجول. نفس الكلام في الكاينيتيك، القانون بيساوي هاف ماس بير باي فيلوسيتي سكوير. طبعا احنا هنا شوفوا بقى هنا معلش ايه مش مكتوبه هنا، هحط سكوير واقوم انا قايل له هاف في دي مش دي 4 سكوير، يعني هنلغي دي كده 4 سكوير، وهنحسبها هيطلع لي 3.2 جول. والميكانيكال انرجي بوتنشال انرجي بلس الكاينيتيك انرجي، وهيطلع لي 23.2 جول. اعتقد ان المساله سهله، هتطبق القوانين على طول، بس انت في البدايه خالص هتحسب لي الويت بالقانون اللي خدناه قبل كده في جريد 6. هنتكلم هنا برضو نفس الكلام على المساله اللي فاتت، يعني نفس الكلام مستون هاز ماس كذا كذا كذا، هتبتدي تحلها نفس الطريقه. هسيب لكم برضو وقفوا الفيديو وشوفوا الاكسرسايز ده، انا عاوزكم تفكروا فيه. امتى تكون البوتنشال انرجي احسب لي البوتنشال انرجي فوق، واحسب لي البوتنشال انرجي تحت. احنا كده خلصنا ليسون نمبر 1. ليسون سهل جدا، كل الحكايه ان انت تعرف يعني ايه انرجي، وتعرف البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي كويس جدا، والقوانين ازاي بنحل، والقانونين الاساسيين لازم تحفظهم كويس وتحفظ اليونتس. وان شاء الله هتحلوا كويس قوي على الدرس ده. ابتدوا حلوا عليه من الكتاب الخارجي، او يعني من الكتاب الوزاره اهم حاجه، وبعدين الكتاب الخارجي. واللي يقف قدامكم ابعتوا لي ان شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس ده. كنت معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية كتير.